السلام عليكم أحبتي أصدقائي متابعين مطبخ وأفكار سلامة، شلونكم عيني؟ سنة حلوة إن شاء الله تنعاد عليكم بالخير والطمأنينة والسعادة، اللي هي سنة جديدة. طبعا هاي عيد النوروز سنة فلكية جديدة. طبعا الأكواراد أخوتنا الأكراد والزردشتية عندهم طقوس خاصة بهاي السنة، يشعلون الشموع والشعلة الخشبية وياكلون ويسوون صينية من 7 سينات، يعني سلك، سمسم، سماق، سندي، سمك، سبانغ، سجق. هالأكلات هاي يبيتوها والصبح ياكلون من عندها. هاي تقاليدهم لكل شعوب، طقوس وتقاليد. ويقولون هاي السنة اندارت على الأرنب، والأرنب تبشر بخير، سرعة النمو والازدهار والأمان يعني مو على حية خبيثة لو على عقرب، يعني حسب ما هسه المهم بهاي المناسبة الحلوة راح أسوي لكم كيكة سريعة واقتصادية وما تحتاج لا بيض ولا طحين ولا موادها من 3 مواد. هاي عندي بسكت جاهز من هذا بربع دينار مال بسكت الشاي، كسرته هيجي تكسيرات. وعندي هنا خاشوقتين كاكاو سادة من الكاكاو الحلو، كاكاو المر مو مشكلة. وعندي كيس فانيلا، وعندي حليب من هذا حليب الفجر اللي هو الحليب يعني يغنينا عن الشكر وعن الحليب. هاي المادة. هسه ايش راح يسوي لكم ياسمين طباخة المستقبل؟ تخلط الفانيلا والحليب سوية ويا الكاكاو. يلا تعالي ماما. حلو كتير، ما تخلين بيشي. ايه هاي تردون فانيلا، تردون تخلون ما يورد، تردون هيل يعني. جيب خلطي عافية، خلط متساوي عليك لا تطلعين صوت. يعني جيب الحليب خليه ضيفيه، هذا الحليب السائل، حليب مركز. كل هالقوطية نضيفها على مود تصير حلوة ويحبوها الأطفال. كلها بعد كوب القوطية طلعيه كلها. كلها طلعيها الحليب كله فرغي. يلا جيبي. هسه هذا الحليب بقى بيها شوية، ما نقدر نطلع يعني بصعوبة. راح أضيف له شوية مي وأخليهم على هاي الخلطة حتى نضيفها على البسكت ونسوي لكم كيكة باردة وسريعة. يلا اي خلطي. هاي طباخة المستقبل ياسمين، ساعد ماما. هسه من خلطته ياسمين شوفوا شلون صار هيجي. اولا ثخين، وهاي هنا انا راح خليت حليب مي للقوطيه الباقي بها حليب. ضيفيه هنا عافيه. يلا خلطي. حتى ما يصير بيه تكتلات. ايه حفات ايه. يلا حيل. هسه راح نضيفه هنا، ضيفيه على هذا. يلا ضيفي هذا الخليط على البسكت. بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله وبالله، توكلنا على الله. شوفوا هسه هذا شوفي ضيفي لها بسكيت عليه حتى يضرب بها لازق حرامات نستفاد من عندها. يعني انت عراقية مدبرة، العراقية ام بيت ومدبرة. هسه بعد ما خلطته خلط جيد والشبع بالمواد الحليب والكاكاو راح نخليه هنا بتبسي. يلا كله ديرينه. بسم الله الرحمن الرحيم.
كل المواد نزليها على مود تستفادين من عندها، تشبع بالبسكت. طبعا بالنوروز كنا نطلع للصدور ونطلع السلمان باك، وكانت اكو اغنية يقول الما يزور السلمان عمره خسارة، تتذكروها؟ هسه هم الناس تطلع للزوراء للمناطق الشمالية يروحون كردستان. هسه هذا القالب نساويه راح اخليه بالفريزر واسوي الخطوة الثانية، وتابعوا ياسمين عيني تابعوني. بعد ما خلينا البسكت بالثلاجة بالفريزر، هسه هنا عندي قلاص مال حليب راح اسوي الخطوة الثانية. يلا، وهنا خاشوقة شكر وخاشوقة نشا ضيفيهن ياسمين على كيف. يلا، ضافت النشا والشكر. يلا 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 خلطي طفت الكهرباء علينا. وهنا عندي خاشوقتين من الكاكاو الخام، هاي ضيفيها. يلا، وللطعم الطيب نخلي شوية مي ورد او هيل. هسه شوي خلي مي ورد. يلا كافي كافي كافي. يلا نخلط جيد ونخليهن بالجدر. يلا خلطين من كل ما خلطيه بعد خلط، لا بهاي الخاشوقتش. تستمر ياسمين بالخلط جيد. ايش ما خلطيه بهاي احسن، هاي ما تطلع صوت حتى للزعجين المشاهد، عرفتي؟ صار ازدحام. يلا 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 ونخليه بهذا الجدر وعلى النار فد 10 دقائق مو اكثر، يضخن يصير كريمة. اضيفه على البسكت من يبرد، واضيفه على البسكت وتابعونه. هسه بعد ما برد هذا بالفريزر، وهذا النشا والكاكاو والشكر راح اضيفه فوقه، يعني طبقة ثانية. بسم الله الرحمن الرحيم. وهم اتركه يبرد. طبعا الكميات انتم تتحكمون بها، تردون اكثر سووا اكثر، تردون اقل سووا اقل. واضيف له من هذا الجوز هند، هذا الخشن هيجي ازينه بيه تزيين يعني. راح اضيف اخليه بالثلاجة هم يبرد فد 10 دقائق ربع ساعة واقدمه. اللهم صل على محمد وآل محمد. انتهى طبقنا لهذا اليوم. حلويات سريعة جدا ما تاخذ من وقتك. طبعا انا هسه خليته 7 دقائق، لو خليته 10 دقائق يجمد اكثر. شوفوا شلون حلوة ومتماسكة ولذيذة ومتوفرة في كل بيت. حلويات سريعة وسهلة واقتصادية، وراح تعجب اطفالكم. إذا عجبتكم طبخاتي وعجبتكم أفكاري فعلوا الجرس واشتركوا وياي حتى يصلكم كل جديد. شكرا وإلى اللقاء.